القهوة كانت مرة قوي، بس كان لازم اكملها عشان هي قالت كده، لازم اكملها لحد الاخر. انا وصلت للبن، طعم وحش قوي لدرجة اني كنت هطلع اللي في بطني. بصيت لها واديتها فنجان القهوة. معرفش ازاي هتعرف تقلب الفنجان وهو من غير قهوة خالص كده. خدت مني الفنجان وبصيت لي قوي وبدأت تحركه. طبعا انا كنت واثقة انه مش بيتحرك لانه بن بس. وبعدين قلبته في طبق قدامها، لقيت القهوة اللي نزلت من الفنجان كأن الفنجان كان مليان قهوة، وحطت الفنجان على وشه في الطبق اللي درقت فيه البن. طبعا انتوا ما تعرفوش انا تعبت قد ايه ودورت على كام واسطة من معارف واصحاب عشان اعرف احجز الميعاد ده معاها، بس اخيرا عرفت وقابلت الست خواطر. كنت رايحة لها انا وجيهان صاحبتي. صحيح انا معرفتكوش بنفسي، انا هدير، متخرجة من الجامعة من حوالي سنة، بشتغل في شركة كويسة جدا والحمد لله ناجحة جدا في شغلي، يمكن عشان شغلي مش محتاج مجهود كبير اصلا، بس بقى عشان بتبصلي جامد وبتبرقلي. انا لسه هناك وبسجل اللي بيحصل خطوة بخطوة بالموبايل عشان مفيش حاجة تقع مني. اصل كل مرة حد بيشوف لي الفنجان بعمل كده، بسجل الكلام، وبعد ما بروح بكتب الملخص بتاع القراية في ملف عندي على الكمبيوتر عشان ارجع له لما حاجة تتحقق فيه واعرف ايه اللي هيحصل فيها، او لو ما حصلش منه حاجة بعرف ان الست اللي شافت لي الفنجان دي نصابة ولا ليها في حاجة اصلا، وبعاقبها، ببلغ عنها بالتسجيل اللي بصوتها اللي بيبقى معايا، ما هو اصل ما فيش منها فايدة وحرام اسيب حد يتنصب عليه برضو. هدوء بقى عشان شكلها هتبدأ اهي. مسكت الفنجان، مسحت باقي القهوة اللي نازلة منه بصباعها وقربت صباعها من بقي. انا بصلها مش فاهمة بجد هي عايزة ايه، اصل استحالة يكون قصدها هو اللي جه في دماغي. لقيتها بتقولي دوقي القهوة بطرف لسانك. قلت لها لا طبعا، ايه القرف ده، وبعدين ما انا شاربة من القهوة كلها. برقت لي بعينيها لدرجة اني حسيت انها هتطلع من مكانها، وراحت مسحة القهوة اللي في ايديها على شفايفي بغل ملوش اي مبرر عندي بصراحة، وانا بصلها حاسة اني هقوم اقتلها. بعدها راحت حاطة صباعها في الطبق اللي دلقت فيه القهوة اللي كانت في الفنجان وقعدت تقلبه بطريقة دائرية. لا والله لو قالت لي اشربي القهوة اللي في الطبق بعد العك ده انا هلبسها الطبق في وشها واقوم امشي من المكان الكئيب ده. بس اللي حصل بعدها انها هي اللي قعدت تشرب القهوة اللي في الطبق. الست دي لو بتشرب كل القهوة بتاعت الناس اللي بتشوف لهم الفنجان هتموت بسرعة قوي على فكرة. بعد ما شربت القهوة اللي كانت في الطبق مسحت بقها في كم الجلابية اللي كانت لابساها وحطت الطبق قدامها وبصت لي. غمضت عينيها لدقايق وانا بصلها حسها اوفر قوي بصراحة. ايه العرض اللي عمالة تعمله ده؟ كل ده عشان ننبهر بيها مثلا؟ هي فاكرة ان اللي بتعمله ده هيأثر معايا مثلا؟ تبقى بتحلم. لو فنجانها ما دخلش دماغي وقالت حاجات منطقية انا فتحت عينيها وبصت لي وهي مبرقة في نفس اللحظة، مركزة في عينيا وحتى مش بترمش. ها ايه يا هدير، هتعملي ايه؟ في ايه؟ في اللي انتي داخلة عليه. ايه اللي انا داخلة عليه؟ ما توضحي كلامك. وبعدين هو انتي بتقولي كلام من دماغك ولا بتشوفي الفنجان؟ مدت ايديها وخدت الفنجان من على الترابيزة وبصت فيه. على وشها ابتسامة خفيفة فيها تشفي غريب قوي، ابتسامة صفرة، ابتسامة شريرة. انا مش مرتاحة للست دي وحاساها نصابة بصراحة. بصت لي بعينيها من غير ما تحرك راسها وبعدين بصت في الفنجان تاني وبدأت تتكلم. 3 خطوات قدامك لازم هتعدي بيهم، الموضوع مش هيبقى سهل. لسه هتكلم رفعت ايديها قدامي عشان اسكت وهي كملت. الأولى نجمة بتلمع منورة في السماء، مع وقعتها تراب الأرض هيئن من الألم والقهر. التانية عروسة لابسة تاج من خشب، الخشب اتكسر وراح التاج، والطرحة طارت عشان تكفن الفرحة اللي ماتت، بس بدل الزفة هتبقى زفتين. التالتة اللي ينزل بحور الدم
لازم يكون بيعرف يعوم. ما بتعرفيش ما تنزليش، عشان ما فيش غرقان بيعيش. وقلبت الفنجان وقالت لي خلاص، وفضلت بصالي بمنتهى التحدي وانا بصلها. هو ايه اللي خلاص؟ هو ده اللي موجود في الفنجان؟ هو ده اللي انا دب المشوار ده كله عشانه؟ انتي بتهزري؟ رفعت ايديها وقالت لي انا ما بهزرش، ده اللي موجود في فنجانك. وغمضت عينيها ومسكت سبحة في ايديها وقعدت تتمتم بكلام بصوت واطي. قمت وقفت. بقولك ايه، الكلام ده ما دخلش دماغي اصلا. جيهان كانت عماله بتشدني من دراعي وبتقولي يلا يا هدير خلاص، بس انا كنت مصممه. قلت لها على فكره انا مش هدفع فلوس على الكلام الفارغ اللي انتي قلتيه ده. لو كنتي فاكره انك ممكن تضحكي عليا بالجو اللي انتي عاملاه ده تبقي بتحلمي. ده انا في حد ضربني بالقلم على وشي وانا بتكلم، حد انا مش شايفاه، مفيش حد اتحرك من مكانه اصلا. ببص لجيهان وانا مخضوضه وبقول لها انا اتضربت. ببص قدامي على الست لقيت وشها لازق في وشي، عينيها كانت كلها سودة، الابيض اللي فيها اختفى. قلبي كان هيقف من الخضه. مسكت كتفي بايديها الاتنين وقربت من ودني. استعدي اصلها بدأت. وضحكت ضحكه فظيعه في نفس الوقت اللي دخان البخور طلع كتير قوي وملا الاوضه. قعدت اكح جامد، ولما الدخان هدي ما لقيتهاش، اختفت. من غير ما ابص لجيهان قلت لها يلا بينا ومشيت. بس وقفت وانا بفتح باب الاوضه لان جيهان كانت بتخبط على الباب من بره وهي بتناديني. امال مين اللي انا ناديتها واقفه ورايا دلوقتي؟ وقفت وانا ماسكه أكرة الباب. افتحي يا هدير الباب، انا مش عارفه افتحه. بس اللي ورايا كنت سامعه صوت نفسها، كانت لازقه فيا لدرجه اني حاسه بيها في ظهري. مين اللي ورايا؟ انا جيهان يا هدير، مالك؟ يلا افتحي الباب، افتحي يا هدير الباب. انا خايفه ادور وشي اشوف مين اللي ورايا، بس لفيت بسرعه عليها لقيتها جيهان. بقول لها امال مين اللي بيخبط على الباب من بره؟ بيخبط مين يا بنتي؟ انتي اللي وقفتي مره واحده قبل ما تفتحي الباب من غير سبب. يلا بينا نمشي من المكان ده عشان انا اتخنقت بجد. طب بصي تعالي افتحي انتي الباب. هدير انتي بتتكلمي جد؟ ايه ده، هدير بتخاف؟ شفتي؟ سمعتي الباب وهو بيخبط؟ طبعا سمعت الباب وهو بيخبط. ما انتي لو بطلتي خبط على الباب مش هتسمعي الصوت اللي مخوفك ده يا هدير. اوعي اوعي. جيهان فتحت الباب ومشينا في الممر اللي دخلنا منه وطلعنا على صالة صغيرة، وبعدين طلعنا للشارع. مفيش حد كان قاعد في المكان كله. طلعنا وركبنا عربية جيهان، وصلتني البيت ومشيت هي. طلعت شقتي ودخلت لقيت ماما طالعة من اوضتها بتجري وهي بتعيط. منظرها عمل لي حالة شلل لثواني. في ايه؟ ابوكي ابوكي يا هدير. من صوت عياطها انا مش عارفة افسر حاجة من كلامها. قعدتها بالعافية عشان تهدى وافهم منها. انا كنت برتعش من الخوف والقلق، بس قدرت اني على الاقل اهدي حالة التوتر اللي عندها وبدأت تتكلم. كلمني دلوقتي المحامي بتاع ابوكي، اتقبض عليه في قضية رشوة، اتقبض عليه متلبس. ايه اللي بتقوليه ده؟ اكيد في حاجة غلط طبعا. بقولك متلبس، صوروه صوت وصورة. انا كان هيغمى عليا من اللي بسمعه ده. لا بابا ما يعملش كده، اكيد في حاجة غلط. نزلت معاها ورحنا النيابة للمحامي. ما طلعش في حاجة غلط. انا اللي كنت شايفة بابا غلط. بابا اللي كان بالنسبة ليا احسن واعظم راجل في الدنيا. بابا اللي كان دايما بيكلمني في الصح والغلط. بابا اللي كنت دايما بقول ان عمري ما هتجوز عشان شايفة كل الرجالة جنبه ولا حاجة. بابا اللي كنت بحسد امي ان ربنا رزقها بانسان زيه. ويوم ما وافقت ان اتخطب لاحمد ما وافقتش غير بعد ما لقيته فيه كتير من بابا. بابا اللي كان بالنسبة ليا زي النجمة اللي بتلمع في السما. وعند الجملة دي وقفت.
الأولى نجمة بتلمع منورة في السماء، مع وقعتها تراب الأرض هيئن من الألم والقهر. اللي حصل بعدها كان زي الكابوس اللي ضرب حياتي كلها. كل الجرايد كانت منزلة صورة بابا المرتشي في الصفحة الأولى. حجزوا على كل حاجة عندنا لغاية انتهاء التحقيقات، ولولا ان الشقة اللي قاعدين فيها امي اثبتت انها اصلا بتاعت جدي وهو اللي كتبها باسم ماما، كانوا خدوها هي كمان وبقينا في الشارع. ما كنتش قادرة اروح شغلي، ولما رحت لقيتهم كلهم بيبصولي وبيتكلموا مع بعض بصوت واطي. بعدها المدير ناداني وطلب مني اقدم استقالتي عشان حساسية الموقف. قدمتها ومشيت. احمد خطيبي لقيته بعتلي رسالة على الموبايل ان كل شيء اسمه نصيب، واني اكيد متفهمه موقفه وموقف عيلته. شفت رسالته وما ردتش. وصلت البيت وجريت دخلت اوضتي وانفجرت في العياط. شعور القهر ده صعب جدا. انا عملت ايه عشان يتعمل فيا كل ده مره واحده؟ انا ما غلطتش في حاجه. لقيت ماما فتحت باب الاوضه عليا جامد وفي ايدها الموبايل، وواقفه بصالي ومبرقه وساكته، دموعها نازله لوحدها من عينيها. قمت نطيت من السرير وخدت من ايديها الموبايل وكلمت اللي هي كانت بتكلمه. كان المحامي بتاع بابا، الله يرحمه. انا كنت بسمع منه وانا ساكته، حاطه ايدي على بقي عشان ما صرخش. دموعي نازله ومش عارفه اسيطر عليها. بابا دخلوا عليه الزنزانه النهارده لقوه ميت، انتحر، ما قدرش يستحمل. ما عداش ثواني وانا بسمع المحامي وامي وقعت على الارض. رميت الموبايل من ايدي وانا بصوت. امي مش عايزه تفوق. كلمت لها الاسعاف وجت شالتها وطلعنا على المستشفى. جريوا بيها على الطوارئ ودخلوها اوضه العمليات وقفلوا الباب وراها ومنعوني من الدخول معاها. سندت على الحيطه ولقيت نفسي بنزل لحد ما قعدت على الارض جنب باب الاوضه اللي خدوها فيها. اوعي تسيبيني، عشان خاطري اوعي تسيبيني انتي كمان. ما ينفعش يا ماما، هو تخلى عننا، انتي خليكي معايا. انتي حاسه بيا صح؟ حاسه بقلبي اللي بيتعسر من الوجع دلوقتي صح؟ اوعي تسيبيني. كنت بكلمها وحاسه انها سمعاني، حاسه بوجعي، حاسه بالنار اللي جوايا، لغايه ما لقيت الدكتور طلع. قمت بسرعه وانا بسند على الكراسي عشان اعرف اقف. بصلي وقالي انهم عملوا كل اللي يقدروا عليه، بس ايه؟ قامت وبقت كويسه صح؟ قالي البقاء لله يا بنتي وشدي حيلك. لا مش ممكن، لا مش ممكن. زقيته ودخلت عليها، شلت الملاية اللي حاطينها على وشها، شديت كل الخراطيم اللي معلقينها لها. قومي قولي لهم انك عايشة، قومي يا ماما، قومي عشان خاطري، ما تسيبينيش. بصعوبة لما قدرت اتكلم اتصلت بعمي وهو جه يخلص كل حاجة. تاني يوم كان الدفن. كنا ماشيين بالنعشين مع بعض، الناس كانت ماشية مسندني. انا مش مستوعبة اي حاجة من اللي بتحصل. بصة للنعشين وهما ماشيين قدامي وحاسة اني بحلم. التانية عروسة لابسة تاج من خشب، الخشب اتكسر وراح التاج، والطرحة طارت عشان تكفن الفرحة اللي ماتت، بس بدل الزفة هتبقى زفتين. خلصنا الدفن والعزاء ووصلوني البيت وكانوا عايزين يطلعوا معايا، بس انا قلت لهم لا، انا مش عايزه حد معايا، عايزه ابقى لوحدي. فتحت الباب ودخلت الشقه، وكأن ريحه الموت بقت ماليه الشقه. من اول ما دخلتها وحسيت اني مش قادره اتنفس. دخلت وانا بجر رجلي لحد اوضتي، اترميت على السرير بهدومي.
ومعرفش ازاي نمت. لما صحيت الصبح لقيت الكمبيوتر بتاعي مفتوح لوحده، الملف بتاع قراية الفنجان مفتوح. الملف كان كله أبيض، كل الكلام اللي كنت كاتباه عليه اتمسح، وكان في كلام جديد بيتكتب، كلام بيتكتب لوحده، كلام الست اللي رحت لها آخر مرة أنا وجيهان. وراحت تاج والطرحة طارت عشان تكفن الفرح، بس وقف عند التالتة، بس بدل الزفة كتب كلمة التالتة بس، ما كتبش أي حاجة بعدها. أنا بص للشاشة والكلام كان بيتكتب قدامي وأنا مش عارفة أعمل إيه. بعد ما اتملكت أعصابي تاني جيت أمسح الكلام، مش بيتمسح. أقفل الملف، مش راضي يقفل. اتنرفزت على الكمبيوتر وقفلته، ما قفلش، فضل الكلام قدامي على الشاشة. رحت قافلة الشاشة خالص. لقيت رسالة جايالي على موبايلي في نفس اللحظة، مكتوب فيها كلمة واحدة: التالتة. رميت الموبايل من ايدي ووقع على الارض. هي الست دي اتنبأت باللي هيحصل ولا هي السبب في اللي بيحصل؟ معقولة تكون هي اللي عملت فيا كده؟ ليه؟ انا ما عملتلهاش حاجة. انا هحاول ما افكرش في الموضوع ده تاني، مش عايزة اقنع نفسي بالفكرة دي. خلاص اللي حصل قدر ومكتوب والكلام خلص. انا اللي لازم افكر انا عايش ازاي. عدت ايام لغاية ما عرفت اقف على رجلي تاني. نزلت وبدأت ادور على شغل، اي شغل، بس ما كنتش بلاقي. كنت بمشي كتير عشان اوفر فلوس المواصلات لحد ما يئست. استلفت من كل الناس اللي اعرفهم لحد ما كلهم مع الوقت بعدوا عني، حتى اهلي. ما كانش حد بيرد على مكالماتي. مع الوقت بعت عفش البيت وما بقاش فاضل في الشقة غير اوضتي. محصلين الكهرباء والغاز كنت بتهرب منهم ومش بفتح لهم لحد ما شالوا عداد الكهرباء وفصلوا الغاز عن شقتي. الفلوس بتخلص بسرعة قوي، ما بقاش عندي حاجة بيها عشان اجيب اكل. انا جعانة، جعانة قوي، مش عارفة اعمل ايه. حاسة اني برتعش من كتر الجوع ولا من البرد. زمان كنت بنام وانا متعشية ومشغلة الدفاية، وكانت التلاجة مليانة اكل، وكانت الشقة منورة ودافية، كان بابا وماما موجودين. كنت بشوف نفسي في المراية. انا بقالي كتير ما شفتش شكلي في المراية. الدنيا كانت لسه ما ضلمتش. قمت وبصيت لنفسي في المراية. في الاول ما عرفتنيش. دي انا بقيت شبح، بقيت عكس كل حاجة عارفاها عني. بقيت مش انا. دخلت استحميت بمية ساقعة طبعا عشان السخان مش شغال. سرحت شعري، لبست ونزلت. مشيت لحد بيت جيهان اللي كانت صاحبتي. طلعت وخبطت عليها. جيهان اهلها عايشين بره وهي عايشة لوحدها هنا. فتحت لي الباب ووشها قلب اول ما شافتني. قلت لها انا جايه عايزه اقعد معاكي شويه، ما تخافيش، مش هطلب منك فلوس، صدقيني. ما كانتش عايزه تدخلني، ولما قلت لها كده فضلت بصالي زي اللي مش عارفه تعمل ايه. انا ما استنيتش، زقتها ودخلت. اخيرا شقه فيها عفش ومنوره، بس انا الجوع كان خلاني زي اللي عندها حاله صرع. جريت على المطبخ ودخلت فتحت التلاجة عندها، طلعت الاكل اللي في التلاجة وباكل، وانا مش عارفه انا باكل ايه، بس باكل. كنت باكل زي الحيوانات بالظبط، بنفس صوت الزوم اللي بيطلع منها وهي بتاكل. انا كنت جعانه قوي. جيهان واقفه على باب المطبخ مش مستوعبه اللي بيحصل قدامها، بس مش مهم دلوقتي. كانت بصالي بقرف فظيع، وبعدها سابت لي المطبخ وطلعت بره. المهم خلصت اكل واخيرا بدات اهدى، بدات احس بالشبع. الشعور ده انا ما حسيتوش بقالي فتره كبيره قوي. وبعدين طلعت لها. نفسي تغير بصة القرف اللي بصلي بيها دي عشان بدأت تنرفزني. هدير، لو سمحتي عنواني ده تنسيه خالص.
ومن غير زعل ما تجيش تاني، وتنسي خالص اننا كنا صحاب في يوم من الايام. نظرتي ليها كانت مختلفة، وانا بصلها كنت حاسة اني بصل لكل حاجة كانت بتفكرني باني كنت بني ادمة زمان. انا كنت صاحبة جيهان، انا اللي كنت بخليها تبات عندي. كانت ساعات بتتحايل عليا عشان اعزمها لما فلوسها بتخلص. انا اللي كنت بسلفها فلوس ومش بهتم انها تردها، اصل الفلوس ما كانتش بتفرق معايا. نظرتي ليها كانت نظرة كره. اشمعنى هي تعيش كده وانا اللي كنت احسن منها يحصل لي كل ده؟ قلت لها حاضر، بس ممكن ادخل الحمام؟ قالت لي اتفضلي وهي بصالي بمنتهى القرف. دخلت الحمام، قعدت اشم الشامبوهات بتاعتها والكريمات اللي جوه. ايه الجمال ده! انا وحشتني قوي الحاجات دي. انا اللي كنت قايله لها على نوع الشامبو ده. انا ما فيش عندي صابون، النهارده استحميت بالميه بس. غسلت وشي بالصابونه اللي عندها وطلعت. كانت قاعده على الكنبه مدياني ظهرها مشغله التلفزيون. ما خدتش بالها لما عديت وراها من الحمام للمطبخ. ما سمعتش صوتي وانا بقرب من ظهرها بشويش. ما شافتش ظلي وهو بيتحرك جنبها على الحيطه وكان ماسك في ايده حاجه. وما لحقتش تصوت لما رجعت راسها لورا ومشيت بنصل السكينه على رقبتها. دخلت الحمام، غسلت ايديا ووشي وطلعت ودخلت اوضتها. فتشت الاوضه كلها وخدت كل الذهب والفلوس، وبعدين خدت شنطه السفر بتاعتها ودخلت على المطبخ. لميت كل الاكل اللي اقدر عليه، وطبعا ما نسيتش اخد الشامبو والكريمات اللي في الحمام. ونزلت من الشقه، وقفت تاكسي وروحت. تاني يوم نزلت بعت الذهب بتاع جيهان كله. رحت شركة الكهرباء ودفعت اللي عليا ورجعوا العداد ورجعوا الغاز والتليفون وكل حاجة كانت مقطوعة عني. دفعت فواتير موبايلي واخيرا اشتغل بعد ما شحنته لما الكهرباء رجعت الشقة تاني. وحشني قوي. واول ما اشتغل لقيت رسالة جاية عليه. التالتة، اللي ينزل بحور الدم لازم يكون بيعرف يعوم. ما بتعرفيش ما تنزليش، عشان ما فيش غرقان بيعيش. تاني، هو انا مش هخلص من الست دي؟ كان يوم شؤم يوم ما شفتها. ألم نزل على وشي وقعني من على السرير. ولقيت رسالة جت على الموبايل. قمت من على الأرض وطلعت على السرير وفتحت الموبايل. لقيت الرسالة مكتوب فيها كلمة واحدة: الرابعة. رابعة ايه؟ لأ، مفيش رابعة، هما 3. انتي قلتي 3. نور الأوضة اتطفى، والصالة كانت أباجورة واحدة اللي شغالة فيها، وسمعت صوت خطوات جاية على أوضتي. أنا كنت برجع لورا في السرير من الخوف لغاية ما شفتها واقفة على باب الأوضة. النور اللي كان جاي من ظهرها ما كانش مبين ملامحها ليا، بس هي أنا عمري ما هنساها. عملتي بحور الدم بإيديكي وعمتي فيها، كنت عارفة، بس الناجي من بحور الدم غرقان حتى لو نجي. أنا ساكتة ومش قادرة أفتح بقي بكلمة. عايزة حتى أصوت ومش عارفة. عايزة أمنعها إنها تكمل كلام ومش قادرة. كانت بتتكلم وهي رافعة ايديها في الهوا، ومن المسافة دي كنت قادرة اشوف ضوافرها الطويلة السودة. الفنجان عرفتي نصه واستنيتك لما تصدقيه. الرابعة والخامسة والسادسة حصاد كل اللي زرعتيه. واختفت، ونور الأوضة نور تاني في نفس اللحظة. هو اللي أنا سمعته ده بجد؟ هو لسه في تاني؟ يمكن يكون كان بيتهيألي. لا، ما كانش بيتهيألي، الرسالة هي على الموبايل. طب ايه هما الرابعة والخامسة والسادسة؟ انا لازم اروح لها، ملهاش حل تاني. ما انا لازم اعرف. قمت لبست ونزلت، خدت تاكسي ورحت على هناك. وصلت بيتها،
نزلت من التاكسي وفضلت واقفة في الشارع المقطوع اللي هي ساكنة فيه. كان ناقص اجر رجلي وانا رايحة ناحية باب بيتها. خبطت على الباب بس الباب اتفتح لوحده. دخلت الصالة الصغيرة الكئيبة، مشيت الطرقة الطويلة لحد ما وصلت لأوضتها. وقفت مترددة. يلا يا هدير خبطي ما تخافيش. اتنطرت وانا بص ورايا، ده صوت جيهان، بس ما لقيتش حاجة. رجعت تاني ناحية الباب لقيتها واقفة في وشي. الست خواطر فتحت لي الباب وانا بصلها مبرقة من الخضة. شاورت لي بايديها ان ادخل. كنت عارفة انك هتيجي تاني. انا كنت ماشية وراها زي المتخدرة. قعدت وسألتني بنفس الابتسامة الصفرا بتاعتها: اعمل لك قهوة؟ مش عايزة قهوة، انا عايزة اعرف باقي الفنجان بتاعي. ومين قالك ان الفنجان ليه باقي؟ انتي. يبقى اعمل لك قهوة. قلتلك مش عايزة قهوة، انا مش عايزة حاجة. انا كل اللي عايزة اعرفه ايه هم الرابعة والخامسة والسادسة. هتقدري عليهم يا هدير؟ يعني ايه هقدر عليهم؟ الرابعة التراب مش بيطفي النجوم. مفيش ضلمة تعرف تطفي النور. التراب تحت الرجلين يداس، لكن النجوم بتلمع في السما زي الألماظ. الخمسة التاج الخشب المتكسر اتقلب دهب، والطرحة اتفصلت واتطرزت باللؤلؤ الأبيض. الكلام كان حلو، حسيته حلو. بدأت الابتسامة تترسم على وشي، وبعدها قامت وقفت وبدأت تتكلم، وصوتها كان بيهز الأوضة اللي احنا كنا قاعدين فيها كأنه الرعد. الست دي مش إنسانة. السادسة النجوم هتنزل شهب تحرق الطرحة البيضة. العروسة هتجري قبل ما فرحتها تتذبح، لكن مش هتلحق. وقعدت وبصت لي كده. خلاص يعني ايه؟ انتي هتعرفي ده فنجانك مش فنجاني. وشاورت لي بايديها اني امشي. قمت ومشيت ببطء ناحية الباب. حطيت ايدي على الأكرة بس لفيت وبصيت لها، ما كانتش موجودة. انا خايفة امشي وخايفة اقعد، بس الباب اتفتح لوحده. بره الباب ضلمة. انا بجد خايفة اطلع، بس نور الأوضة اللي انا فيها طفى هو كمان، مع انه كان نور احمر ضعيف جدا، بس كان عامل حاجة على الأقل كنت شايفة. طلعت الطرقة ومشيت وإيدي قدامي. لقيت حد مسك إيدي، شديت إيدي بسرعة وأنا بقول مين. صوت همس سمعته في ودني. أنا جيهان يا ستي. أنا جيهان يا هدير. هو في حد تاني بيجي معاكي هنا؟ طلعت أجري في الضلمة وأنا سامع صوت ضحكة جيهان ورايا في الممر، لحد ما طلعت للصالة وبعدين للشارع. وقفت أخد نفسي وبعدين لقيتها واقفة. من بعيد عرفت هي مين. لما شافت إني شفتها بدأت تمشي في اتجاهي، جايالي وراسها واقع على كتفها، جايالي وهي مدبوحة. طلعت أجري وأنا مش ببص ورايا لغاية ما طلعت على شارع فيه ناس. كنت بصلهم زي ما يكون عايزة أتأكد إنهم ناس عادية، لحد ما هديت شوية وعرفت أخد نفسي ووقفت تاكسي وروحت. اتعشيت ودخلت أوضتي عشان أنام. عمالة أتقلب في السرير مش عارفة أنام، مش قادرة أبطل تفكير في اللي حصل النهاردة. بس أنا حاسة إن اللي جاي هيبقى كويس. أكيد هيبقى كويس، أصل مفيش أسوأ من اللي راح في كل الأحوال. هخسر إيه تاني؟ ده حتى نفسي خسرتها. مش عارفة ازاي التفكير ده أقنعني، وبدأت عيني تروح في النوم. وبتقلب على السرير لقيتها نايمة جنبي، راسها المذبوحة نايمة على المخدة ومفتحة عينيها على الآخر وبصالي. عينيها كانت كلها سودة، الدم كان مغرق المخدة حوالين رقبتها. أنا اتنطرت لورا وقعت من على السرير.
اكيد ده حلم. قعدت اغمض عيني وافتحها عشان تختفي، بس ما كانش حلم. قمت وقفت وانا بصلها، وبعدين بدأت ببطء تقوم تقعد. جريت على باب الأوضة عشان أخرج منها، بس الباب ما فتحش. جريت على الشباك مش راضي يفتح. قاعدة على السرير قدامي وراسها واقعة على كتفها وبدأت تضحك. كانت بتضحك عليا وهي شايفاني عمالة أجري في الأوضة، عمالة أدور على مهرب منها. وبعدين وقفت في ركن الأوضة بعيد عنها وقعدت على الأرض. أنا اتحبست معاها في الأوضة وحطيت إيدي على وشي وانفجرت في العياط. قطع كل ده صوت موبايلي وهو بيرن. الموبايل كان على السرير. قمت بشويش ببص عليها ملقتهاش. جريت على السرير عشان اخد الموبايل، كان المحامي بتاع بابا. رديت عليه، لقيته بيقولي ألف ألف مبروك يا هدير، الفيديو اللي اتصور لباباكي التحقيقات اثبتت انه متفبرك، ومسكوا اللي عمل الموضوع ده كله كان السبب فيه، وانه كان واثق من الاول ان الحقيقة اكيد هتظهر لان بابا ولسه هيكمل كلامه، بس كملته انا. سمعته هتفضل نجمة عالية في السما بتلمع زي الألماس، لكن النجوم بتلمع في السما زي الألماس. لما استغرب للي بقوله حبيت افهمه اكتر وقلت له اصل التراب مش بيطفي النجوم، مفيش ضلمة تعرف تطفي النور. قال لي انه مش فاهم حاجة من اللي انا بقوله طبعا، بس المهم انه بكرة هيخلص كل اجراءات الافراج عن الحاجات اللي كان محجوز عليها، وكل حسابات البنك تتفتح تاني، واني المفروض اقابله بكرة الصبح في النيابة. قفلت معاه وحطيت الموبايل جنبي. بعد ايه؟ بعد ما كل حاجة راحت، بعد ما اتيتمت واتفضحت واترفدت واتبهدلت وجعت وقتلت. حاجة نورت فجأة في الأوضة. ببص ناحيتها لقيتها شاشة الكمبيوتر فتحت لوحدها على الملف اياه بتاع قراية الفنجان، وكانت النبوءة الرابعة بتتكتب. نمت وصحيت تاني يوم ورحت قابلت المحامي في النيابة. وكيل النيابة اللي كنا بنتعامل معاه كان شاب قمة في الأدب والذوق. كنت صعبانة عليه جدا من اللي تعرضت له. وخلصت وروحنا. لقيت المحامي كلمني وقال لي ان وكيل النيابة طلب رقمي عشان كان عايز يعرف مني شوية حاجات وانه اداله الرقم. اول ما قفلت مع المحامي هو اتصل سلم عليا وقال لي انه بيكلمني عشان كان عايز يعرف مني شوية حاجات. عرفت ان اسمه مصطفى وانه اكبر مني ب5 سنين بس، وانه مش متجوز وشوية حاجات تانية كده. المهم اننا احنا الاتنين اكتشفنا بعد شوية اننا بنتكلم من ساعتين. ضحكنا احنا الاتنين وقفلنا على اتفاق اننا نتكلم تاني، ورجعنا اتكلمنا تاني وتاني وتاني. اكتشفنا ان بينا حاجات كتير قوي مشتركة. هو ممكن اللي بفكر فيه ده يحصل بجد؟ ممكن الدنيا ترجع تتحكي تاني بجد؟ حسيت معاه احساس غريب قوي، ما كانش مجرد حب، كان اكبر اقوى. حسيت اني عايزة استخبى من كل الدنيا جواه. حسيت معاه بالشعور اللي عمري ما حسيته في حياتي مع حد غير مع بابا الله يرحمه. حسيت اني بقيت حتة منه، حبيته. اتفقنا على الجواز وكان معايا في كل حاجة. اخترنا كل حاجة في الشقة مع بعض، ولما الشقة اتفرشت كانت زي الجنة. اتفقنا على قاعة الفرح واخترنا البرنامج مع بعض. اخترنا رحلة شهر العسل وحجزناها. اخترنا فستان الفرح والطرحة سوا. انا كنت اسعد واحدة في الدنيا، لدرجة اني مهتمتش بالرسالة اللي جاتلي على موبايلي وكان مكتوب فيها: الخمسة التاج الخشب المتكسر اتقلب ذهب، والطرحة اتفصلت واتطرزت باللؤلؤ الأبيض. على العموم هي كانت بتتكلم عن فرحي وفرحتي، عن أجمل طرحة هيرفعها بإيده أجمل وأطيب وأحن وأرجل راجل في الدنيا، حبيبي. قبل الفرح بيوم كنت مشغولة قوي في البيت عندي. كنت بقفل الشقة عشان خلاص أنا من تاني يوم مش هاجي هنا تاني، مش هنام هنا ولا هاكل هنا ولا هعيش لوحدي تاني. كنت بجهز شنطي عشان أحط الهدوم بتاعتي فيها،
وانا بمسح الشنطة قبل ما احط فيها الهدوم حسيت بحاجة جت في ايدي عورتها. شديت ايدي بسرعة وانا ماسكاها، ايدي كانت غرقانة دم. حطيت ايدي التانية على الدم عشان اوقفه وجريت على الحمام عشان اغسلها. الجرح كان كبير قوي، ربطتها بشيش عشان اوقف الدم والنزيف ورجعت الأوضة تاني. مسكت الشنطة وقلبتها على الأرض، وقعت منها سكينة كبيرة عليها دم ناشف، مش دمي طبعا. الشنطة دي مش بتاعتي. طبعا عرفت دي شنطة مين، والنور قطع. أنا وقفت في وسط الضلمة مش عارفة أعمل إيه، بس حسيت بنصل السكينة ماشي على دراعي. صرخت واتحركت من مكاني. نصل السكينة مشي على ظهري. أنا كنت بلف حوالين نفسي بحاول أهرب من حاجة أنا مش شايفاها، بس هي شايفاني لأن نصل السكينة مشي على وشي. صرخت وجريت في الضلمة، كنت بخبط في الحاجات وسمعت حاجات بتتكسر. وصلت لباب الأوضة بحاول أفتحه، شعري اتمسك من ظهري ونصل السكينة مشي عليه وقطعه. حطيت ايدي على اللي بقى من شعري وقعدت أصرخ. لما باب الشقة اتكسر أنا ما سمعتوش لأني كنت بصرخ. أول لما الجيران دخلوا عليا الأوضة وشافوا حالة الهستيريا والصريخ اللي كنت فيها جريوا عليا مسكوني، كتفوني لما شافوا إني متعورة والدم نزل على كل هدومي. شافوا شعري المقصوص المرمي على الأرض، الأوضة اللي كانت غرقانة دم وهدومي اللي في الشنط غرقانة دم. هم افتكروا إن أنا اللي عملت كده لأن السكينة كانت في إيدي. بس أول ما شنطة من الشنط مرة واحدة وقعت واتقلبت على الأرض قرروا إن هم يتصلوا بالبوليس. أصل مش طبيعي إنهم يلاقوا جثة واحدة مذبوحة واقعة من شنطة عروسة. السادسة، النجوم هتنزل شو بتحرق الطرحة البيضة. العروسة هتجري قبل ما فرحتها تتذبح، لكن مش هتلحق.